دور ال16 من كأس العالم، خلاص وصلنا لدور خروج المغلوب، دور ما في رحمة، دور حساباته مختلفة، في أشواط إضافية، في ركلات ترجيح. شفنا أكيد تقنيات جديدة، التسلل هذه حسمت أمور كثيرة، أهداف كثيرة. فرق ظنت أنها فازت، ظنت أنها تعادلت، لا، أيضا ركلات جزاء كانت فيها كنا نشك فيها، اليوم لا، عن طريق الفار أيضا كشفت أمور كثيرة. دور 16 حصادة. راح أتناول أيضا ترشيحاتي أنا وهاني سري الدين، وطبعا راح أحط الحلقات للترشيحات عشان تتأكدوا يعني من الترشيحات اللي رشحناها أنا وهاني، وين غلطنا وين الصح. أيضا توقعاتنا لدور ال16، وهل هناك من لا يستحق الوصول من ال16 منتخب. عموما راح استعرض سريعا الاختيارات هاني واختياراتي. بالنسبة لي الترشيحات، هاني اختار هولندا قطر، وأنا اخترت نفسه. وضع هاني احتمالية تأهل السنغال، وفعلا فعلتها السنغال، لكن أخطأنا في قطر أنا وهو. عموما المجموعة الثانية إنجلترا أمريكا، أنا وهو أكيد أكدنا. وضعنا أيضا احتمالية تواجد إيران، وكانت في الدقائق الأخيرة لكن أمريكا هي اللي حسمتها. المجموعة الثالثة الأرجنتين، المكسيك، وضعنا أنا وهاني نفس الشيء. وضعنا أيضا بولندا تعمل مفاجأة، وفعلا فعلتها بولندا. يمكن احنا في المنتخبات الأولى ما في مشكلة، لكن المنتخب الثاني. المجموعة الرابعة وضعنا فرنسا والدنمارك أنا وهاني، مع وضعت مفاجأة تونس، ولكن اللي فعلتها فعلا أستراليا. يعني أنا وهاني فعلا ما رشحنا أستراليا في هذه المجموعة، مفاجأة مدوية. في المجموعة الخامسة وضعنا ألمانيا وإسبانيا أنا وهاني. هاني توقع خسارة اليابان من كوستاريكا، تخيلوا، توقع خسارة اليابان من كوستاريكا، وموجودة في الحلقة. ونحن أيضا بأمانة ما توقعنا أبدا أن اليابان تفعلها. في المجموعة السادسة وضعنا بلجيكا وكرواتيا، ولكن وضعنا المغرب تكون معاهم في الند للند، وفعلا فعلتها المغرب وخرجت بلجيكا، وخرجت بالأهداف المهدرة اللي أهدرها لوكاكو. عموما السابعة البرازيل وسويسرا، أنا وضعت هاني وضع صربيا والبرازيل، وكانت فعلا ملحمة ما بين صربيا وسويسرا، حسموها سويسريين. المجموعة الأخيرة البرتغال أوروغواي، أنا وهاني ثبتنا هذه الاثنين، قلنا ما في مفاجآت، لكن فعلتها كوريا الجنوبية. ووضعنا احتمالية عشان سون مين موجود، وفعلا فعلتها كوريا الجنوبية وخرجت أوروغواي. هاني هذه كانت ترشيحات، راح أبدأ معاك مع كل هذه الترشيحات اللي يمكن احنا ما شاء الله يعني جبنا نسبة عالية فيها. رأيك؟ ما هذه يعني المفاجآت دائما بتصير بالمباريات، وكل مباراة لها شروطها وأحكامها، فمشان هيك نحن شفنا بالنسبة لنا مفاجآت مثل اللي صارت مثلا المغرب، سويسرا، شفنا كمان السنغال، بولندا، عفوا. فهذه كلها المنتخبات شفناها انه هي اللي اخذت نوعا ما المفاجأة، واستراليا كذلك الامر. بس بالمقابل الانتصارات اللي حققتها هذه المنتخبات وصلت ل 16 اجت من تكتيك، اجت من استراتيجيه ولعب بطريقه معينه لحتى تحرز الوصيف بالمجموعه. مثل ما شفنا مثلا، بعطي المثال عن استراليا كيف لعبت بطريقه انه دفاعيا وعملت هجمات مرتده واستفادت من الفرص. هذا الشيء كثير خلاها تسيطر على المجموعه كست نقاط من ناحيه الوصافه وتروح لدور ال 16. كذلك الامر المغرب، شفنا بالجرينتا وشخصيه المغرب، القوه البدنيه اللي لعبوا فيها، الذهنيه العاليه انه نحن بدنا نوصل بهالبطوله، هي اللي خلتهم يوصلوا لهالمرحله بالبطوله. واكيد تشوفها كمان ممكن تروح بعد لدور الربع النهائي كمغرب. فبالنسبه للمنتخبات الكبيره ما كان في عندي اي مفاجاه فيهم انه خروج الا المانيا، اللي هي حتى كنا حاطينها ثاني يعني كوصيف المانيا. بس كمان شفنا كيف خسرت المانيا بشكل انه الكل ناطر نتيجه المباراه اللي رح تكون عند الفريق الثاني. يعني كانوا يلعبوا على نتائج المباريات الثانيه، وهذه كانت تشبه لمنتخب كبير مثل منتخب المانيا، لكن تنطر تعتمد على مباراه ثانيه. طيب هاني، خلينا الحين في دور ال16 الحلقة إن شاء الله راح نفرد الحلقة لحصاد دور المجموعات بشكل عام للي خرجوا. خلينا الآن في اللي تأهلوا. يعني رائع جدا أنك وضعت اللي هي المفاجآت اللي في دور ال16 على طول، ما شاء الله عليك، لخصتها بالنسبة للمنتخبات. خلينا نبدأ هاني على طول. هولندا وأمريكا برأيك
توقعك قبل ما نروح للأرجنتين وأستراليا؟ بشوف أمريكا رح تلعب بطريقة أفضل من هولندا. أمريكا عندها السرعة، عندها التكييس، عندها أداء مميز كان بدور المجموعات، عندها أسلوب اللعب. فبشوف أمريكا أنه ممكن تكون الأرجحية الكفة الأفضل لأمريكا إنه تحسمها بخلال 90 دقيقة. أما يصير في عندي أشواط إضافية ممكن تروح لهولندا لسبب ممكن الاستامينا اذا بدك او قدره تحمل اللاعب. رح يلحقوا حالهم كان ب 90 دقيقه لحتى يخلصوا المباراه يعني. نعم. 90 دقيقه. اما اذا راحت لاشواط اضافيه رح تكون لصالح هولندا. نعم. بس كل ما هي ضمن المباراه انا بعطي 70% لامريكا انه هي توصل او تفوز بالمباراه. نعم. اذا امريكا مع بوليسيتش، هولندا مع جاكوبو اللي هم افضل لاعبين صراحه في دور المجموعات للمنتخبين هذين. اتوقع حسب جاهزيتهم، حسب ادائهم مع المجموعه، وان كنت اميل لهولندا داخليا وذهنيا. هذا البرتقالي اللي ما قاعدين نشوفه ابدا صراحه يحرز كاس العالم رغم ما يملك، لكن هذه النسخه لا سامحني، وين النسخه السابقه؟ كان مرعب هولندا. اليوم لا يعني بصراحه انا ممكن اروح مع هاني، ممكن تحدث مفاجاه هنا، تخرج هولندا. نعم مفاجاه، لان امريكا وين وهولندا وين كسمعه كتاريخ، لكن والله ما زلت اقول لا، ممكن هولنديين يعملوها يعني. وان كنت ما شفت الا جاكبو فقط، هو اللاعب الوحيد اللي يؤدي. حتى ديونج برشلونه حاطين احتياط في مباريات، لذلك انا اتوقع لانه هو ايضا في برشلونه احتياط. اتوقع صراحه ممكن تحدث مفاجاه هنا، امريكا تفوز مع يعني احتماليه بسيطه جدا. لا هنا ما في احتماليه، لان لازم نرشح انا وهاني ترشيح واقعي. انا اروح لامريكا خلاص، انا وهاني نروح لامريكا، راح اروح مع هاني، انا ما راح اخالف هاني لان هذا الواقع. طيب هاني، ارجنتين استراليا. هاني ارجنتين استراليا ما راح يكون عاطفي. توقعاتي راح تكون مبنيه بس على اللي شفناه وكيف اداء اللاعب اللي راح يكون. كيف يعني ما راح يكون عاطفي بطريقه مثلا معنا اعطيت ترجيح لامريكا، اعطيت بناء على الارجنتين المفروض هي اللي تفوز بالذهنيه الحاضره للوصول لكاس العالم للنهائي وتحمل اللقب. هلا بنحكي بمجريات المباراه كيف ممكن تكون اذا في حل. المباريات راح تكون ممله، وهذه راح ينتبهوا لها ونشوفها كمان بهالبطوله. هلا بدور 16 طالع المنتخبات راح تلعب دفاع ورح يلعبوا بطريقه ممله لحتى نشوف المباريات انه ما في مباريات مفتوحه يعني هجوم عند الطرفين. استراليا ما راح تعتمد هذا الاسلوب خاصه مع الارجنتين. وكل اي فريق راح يلعب حتى مع البرازيل او اي منتخب ثاني راح نشوف فيه دفاع اكثر من يعني الحذر، اكثر من انه تكون مباراه مفتوحه على الطرفين. بعتقد راح يكون الحسم بطريقه يمكن هدف او هدفين، يعني مش اكثر من هيك. ما في عندي كثير غزارة اهداف من نتيجه كبيره، الا اذا اعتمدوا الاسرائيليه طريقه الاوبن جيم. وانا بعتقد ما راح تلعب هيك اسرائيل لانه بدور المجموعات لعبت دفاع. فكيف هلا يمكن بتحسمها الارجنتين. نعم. بس رح احكي بصعوبه، يعني مش عم بحكي انا عن تحسم الارجنتين لانه من قوه استراليا، لانه رح تكون مباراه دفاعيه كثير دفاعيه. فبس رح تروح الدفع للارجنتين. نعم. انا ما راح ازيد على كلامك، اروح معاك بالنسبه للارجنتين. هاني بالنسبه ليوم 4/12 اللي هو بكره، انجلترا مع السنغال. هاني انجلترا مع السنغال يعني يمكن من اصعب المباريات اللي راح تكون كرمال نحدد مين الفايز. عم نحكي عن بطل افريقيا وعم نحكي عن اقوى كسرعه كهجوم، غزاره مهاجمين بالتهديف. انجلترا مش انه عم بعطيها تكون الحصان الاسود بالمجموعه بالبطوله، لا، ولكن الفريق ما فينا نستهين فيه. الكره الانجليزيه، الكرات العربيه بالراسيات المشهوره فيها الكره الانجليزيه. والسنغال بنفس الوقت الاندفاع كمان استطاعوا اقتناص الفرص. مباراة بعتقد هاي يمكن المباراة الوحيدة اللي راح تكون شوي يعني اوبن جيم راح تنلعب، وراح نشوف فيها يمكن اهداف، بس راح نشوف فيها مفاجأة يمكن لمنتخب السنغال. نعم. انا اروح صراحة لسرعة الانجليز وادائهم وقوتهم الضاربة الهجومية، وممكن في المباراة هاري كين يسجل. طيب نروح لفرنسا بولندا. هاني فرنسا بولندا كمان راح تكون مثل مباراة الأرجنتين وأستراليا، نفس طريقة اللعب. البولندية راح يعتمدوا على
خطه يمكن بس كاونتر اتاك، يحاولوا يقتنصوا هدف من فرنسا. اكيد ضغط هائل راح يكون من المنتخب الفرنسي، تنتهي لمصلحه فرنسا بفوز فرنسي. مش ما بعتقد بتروح كمان حتى يعني اشواط اضافيه او شيء. نعم اكيد. وجود مبابي في بولندا، ليفاندوفسكي يواصل لبس النقاب والحجاب وينحجب صراحة بطريقة غريبة جدا حتى عن الأضواء. بينما أيضا هناك فقط في نقطة أن ساديو ماني فعلا في مثل هذه المباريات الإقصائية كان تحتاج السنغال للاعب مثل ساديو ماني، وإن كانت في دور المجموعات ما احتاجت، ولكن صراحة لو كان موجود كان راح يكون له تأثير كبير. أما بالنسبة لفرنسا وجود بنزيما من عدمه راح يبين الآن في هذه الأدوار أيضا الإقصائية، خاصة وجود لاعب مثل بنزيما. وإن كان جيرو صراحة داخل الصندوق أخطر أنا أشوفه من بنزيما، خاصة عنده طول والفينيشنج عنده صراحة أكثر من رائع ويخدم المجموعة. وإن كان صراحة حتى التمريرات بنزيما خطيرة صراحة، عنده تمريرات ثرو رائعة جدا، خاصة التمريرات الخبيثة كما يقال في كرة القدم. عموما راح أروح مع فرنسا مبابي، ما عندي أي أمل صراحة في البولنديين. راح نروح لليابان كرواتيا هاني. اليابان كرواتيا مفاجأة المونديال. اليابان حديث هلا مفاجأة المونديال من ناحية النتائج، من ناحية الأسلوب اللي هو الاعتماد على آخر 70 يعني بآخر ثلث ساعة من المباراة. يعني الكمبيوتر الياباني عم بيعمل هاكينج على كل اللعبة، ونشوفه عم ينتفض بطريقة كتير قوية. يابان كرواتيا الاعتماد على لوكا مودريتش، بس كمان بنفس الوقت يعني شوف مفاجأة من اليابان. ما بعتقد ان كرواتيا راح تروح بعيد نظرا للفئة العمرية كمان بكرواتيا. يعني لوكا مودريتش قد ايه راح يقدر يعطي. الاعتماد على النجم الواحد راح تكون مشكلة. بشوف يمكن كمان تتابع اليابان بسلسلة الانتصارات تبعها، بس بعتقد انه ممكن كمان تروح لأشواط إضافية بس تنتهي لصالح اليابان. نعم أنا أشوف صراحة الكروات ما راح يخلوا اليابانيين يتنفسون، خاصة أنه عندهم أسلوب اللي هو حرمان المنتخب من الكرة. لكن اليابانيين في السرعة ممكن صراحة يعني صعب التوقع. لكن أنا راح أروح لكرواتيا. هاني راح لليابان، أنا راح أروح لكرواتيا. طيب البرازيل كوريا هاني. برازيل كوريا يعني كمان مثل ما عم نحكي برازيل المفروض نشوف اداء افضل من هيك. المفروض نشوف قوه ضاربه برجعه نيمار. رح تتغير كل المواضيع، رح نرجع نشوف شخصيه البطل، رح نرجع نشوف البرازيل عم ترجع تنفض عنها مثل ما بيقولوا الكبوة الفرس اللي صارت معها قدام الكاميرون. لانه كنا عم نلعب بفريق ثاني، فما فينا نجي نحكم على البرازيل انه هيدا هو مستواهم. بتروح لمنتخب البرازيلي، ولكن كمان بتروح لمنتخب البرازيل بمعاناه. يعني في صعوبه لحتى نجتاز كوريا الجنوبيه. ما رح تكون اكيد كوريا ما رح تكون سهله على البرازيل، بس بنهايه المطاف وجود نيمار ونرجع شويه تشكيل والانضباط لفريق البرازيل والخطوره. نستمتع كمان بالسامبا البرازيليه. نعم ممكن انت جيتنا نقطه مهمه. نيمار هاني ربما نيمار لن يلعب حتى لو وصلت الى النهائي، ربما لان اصابته يقال انها اضخم. يعني في شوي مخبين موضوع الإصابة، وأن كنت صراحة هو موجود في المونديال واسمه موجود، عكس بنزيما اللي شالوا اسمه أو طلع وبعدين قالوا ممكن نرجعه. فأنا أتوقع صراحة بالنسبة لنيمار، شوف إذا لعب نيمار راح تحسمها البرازيل، إذا ما لعب نيمار أيضا راح تحسمها البرازيل. لا أنا بس خليكم معك. لا إذا بهالتوقع راح يكون بخالفك الموضوع. أنا عم بعطي الموضوع على انضباط نيمار في حال رجعة نيمار. في حال عدم رجعة نيمار بالأداء اللي أدته قدام الكاميرون عندي مشكلة. بس الكاميرون هاني أنت 11 بديل، مش حتى حارس المرمى كلهم بدلاء. صحيح كلهم بدلاء مهدي، بس نحن نحكي بمنتخب بمن حضر. يعني أنا عم بحكي في عندي فريق بالنهاية عم بيلعب. لما خسرت الأرجنتين بالدكة الأساسية، خسرت البرتغال بالدكة الأساسية، البرازيل فلنفترض إنه هذا رح نعتمد عليه. ما في يجي أنا يمكن يصير عندي إصابات بنص اللعبة. طيب أنت أعطيت ترشحك يعني للكوريا؟ لا أعطي ترشحي للبرازيل بوجود نيمار. أما بحال عدم وجود نيمار رح أقول بنالتيز. طيب نروح لهاني المنتخب المنتظر، منتخبنا العربي الوحيد، ان شاء الله كل توفيق. المغرب مع اسبانيا هاني. مباراة الملحمة الكبرى هذه راح تكون. هذه المباراة
اللي راح يحقق فيها منتخب المغرب الانتصار، الفوز الكبير للمغرب وللعرب. راح تكون مفاجأة وتستمر مفاجأة المونديال على قوة المغرب، الأداء اللي عم بيأدوا فيه. احنا هون مش عم نتنبأ، احنا عم نحكي عن الأداء اللي عم بيأديه المنتخب بهالبطولة. في حال استمر عندنا الشباب المغربي قادرين يوصلوا، قادرين يهددوا منتخب اسبانيا. وبعتقد كمان راح يكون المباراة مفتوحة، ما راح يلعبوا بحذر. المنتخب المغربي راح يبادر الهجوم، راح يكون الند للند اسبانيا والفوز لأسود الأطلس. نعم طبعا مع كل الأمنيات ويا رب بيفوز المغرب، لكن ما أعرف ليش أتوقع أن أسبانيا ممكن تحسمها. طيب نروح للبرتغال وسويسرا. هاني آخر مواجهات في دور 16. يعني البرتغال وسويسرا يمكن هؤلاء المنتخبين اللي هن شوي ما في عندي القوة الكبيرة اللي في يعطي تفوق منتخب عن منتخب. يمكن يقولوا ولو كريستيانو رونالدو عم تحكي موجود صحيح، ولكن ما في فعالية. منتخب البرتغال ما في الحديث هلا اختبار قوي لمنتخب البرتغال، بشكل اني انا لعب مع منتخب كلاس اي، كنا عم نلعب مع منتخبات جيدة ولكن مش جيدة جدا او ممتازة. يعني تعطي مفاجأة لمنتخب سويسرا ممكن تعملها سويسرا، بس بشوف انها المباراة بتروح حتى كمان للبنالتيز، يعني ما بيصير فيها حسم ب90 دقيقة. صعب. نعم. خاصة على الأداء اللي قدمه منتخب سويسرا بمباراة امبارح. نعم توقعي أنا صراحة البرتغال مع رونالدو يعدي من هذه المباراة سويسرا. هاني سريعا، طبعا المنتخبات اللاتينية ما بين الشمال والجنوب فقط 3 منتخبات، الأرجنتين وأمريكا والبرازيل فقط للتنويه. طبعا بالنسبة للكرة الأفريقية تمثلها السنغال والمغرب. بالنسبة للكرة الآسيوية 3 منتخبات أيضا ند للند لأمريكا الجنوبية، استراليا واليابان وأيضا كوريا الجنوبية. عرس آسيوي صراحة في قلب آسيا. أيضا بقية المنتخبات طبعا هي الأوروبية بالنسبة للمجموعات، واستفادت من المجموعات عموما. هاني من بين هذيل ال16 من برأيك طبعا، وأيضا يجب أن ننوه لنقطة مهمة جدا، الجمهور العربي في مباراة المغرب إذا حضر الجمهور العربي بالشكل المؤثر اللي شفناه في المباراة الأخيرة أمام كندا، أتوقع أسبانيا لأنها تلعب بلاعبين شبان ممكن نحدث صراحة يعني شخصية مهتزة للمنتخب الإسباني ونقدر صراحة نغلبهم. خاصة عندهم مشاكل دفاعية بأمانة، وحارس المرمى عندهم مشاكل دفاعية فقط، لكن وسط هجوم صراحة لا، علينا الحذر منهم. عموما هاني برأيك من المنتخبات ال16 لا يستحق الوصول إلى هذا الدور، لا يستحق من بين ال16 هذين برأيك؟ اللي ما بيستحق يوصل لدور 16 عندي مثلا استراليا، ما كان في تستحق توصل 16. عندي ما تشوف بولندا هاني لا تستحق التواجد؟ لا اكيد اوكي، ما عم يعني عم بشوف بولندا اكيد ما بتستحق الوصول لبولندا. في عندي كمان مثلا على السنغال، ما في جهود السنغال بتستحق الوصول، بس الاداء اللي عملته كان منيح، بس لا الافضل من بولندا يعني. صح. بس يعني انا بشوف انه هذول المنتخبات استراليا وبولندا هن يمكن اضعف المنتخبات اللي فازوا بطريقه يمكن الحظ او خدمهم كيف يعني كانت مباراه. والله انا تمنيت مكان استراليا تونس، ولكن أنا فريق آسيوي خلينا نقول يلا كويس للكرة الآسيوية. وبالنسبة لبولندا أنا معاك 100% صراحة أن المنتخب البولندي لا يستحق التواجد أبدا. ماذا فعل في دور المجموعات، لكن خدم الحظ كثيرا. عموما هاني كانت هذه ترشيحاتنا توقعاتنا بالنسبة لدور ال16. اللي عنده أي توقع بالنسبة لهذا الدور يا ريت نشوف في التعليقات.